خلينا نبدأ من الآخر. اللي حصل في فنزويلا ده مش مجرد حادث أمني ولا حتى أزمة سياسية، ده مشهد إهانة. دولة كاملة بتتهان قدام العالم، رئيس دولة يتحاصر، يتشل حرقيا، يتصور والصور تلف العالم كله كرسالة واضحة جدا. اللي ما عندوش قوة غيره يقرر مصيره. العالم كله اتفرج، ولا صوت عالي ولا رد حقيقي. وساعتها تفهموا كويس جملة قالها الرئيس السيسي من سنين: العافي محدش يقدر ياكل لقمته. دي مش حكمة، ده قانون في العلاقات الدولية. وأهلا بيكم في زمن الدنيا مقلوبة. بصراحة اللي حصل ده ما كانش انهيار مفاجئ، لا هو ما كانش مفاجئ نهائي. الحلقة دي مش انفعال، دي قراءة هادية جدا لواقع قاسي. فنزويلا ما وقعتش فجأة، هي وقعت واحدة واحدة لما اعتمدت على السياسة ونسيت القوة. الدولة اللي فاكرة ان الشرعية الدولية لوحدها بتحميها بتكتشف متأخر ان الشرعية من غير قوة زي بيت من غير باب. فنزويلا قبل ما تقع كانت شايفة نفسها دولة تقيلة، بترول، موقع تحالفات، بس كل ده ما يمنعش حاجة. لو ما عندكش رادع حقيقي ملوش لازمة. فنزويلا على الورق دولة عملاقة، مساحة 916 ألف كيلو متر مربع، عدد سكان 34 مليون نسمة، أكبر احتياطي بترول مؤكد في العالم 303 مليار برميل، غاز طبيعي، ذهب، كاكاو من أجود الأنواع عالميا، زراعة متنوعة. بس الحقيقة ولا حاجة من دي تحمي دولة لو الجيش ضعيف والعقيدة مفككة والقرار مش مستقل. العقوبات دي كانت الضربة اللي قبل الضربة. العقوبات عمرها ما كانت عشان تغير نظام، لا، العقوبات دايما عشان تكسر دولة من جوه. اقتصاد ينهار، عملة تقع، شعب يتعب، جيش يتشل، ولما تيجي الضربة ما يبقاش في نفس ولا قدرة على الرد. العقوبات في فنزويلا دمرت الصيانة العسكرية والتدريب والجهازات القتالية، يعني الجيش كان واقف بس جسم من غير روح. لحظة الصدمة، ودي أخطر لحظة، مش لحظة الهجوم، أخطر لحظة إن الدولة ما تكونش متوقعة ولا جاهزة. الرادارات مش شغالة بكفاءة، تشويش، شلل قيادة، ارتباك، ورسالة كانت أوضح من أي بيان: الدولة اللي أمنها مخترق مصيرها مكشوف. الجيش الفنزويلي فين المشكلة بتاعته؟ وجود جيش مش معناه قوة، السلاح من غير تدريب عبء. الجيش المسيس أول ما السياسة تقع يقع معاها. مفيش عقيدة وطنية واضحة، مفيش استقلال قرار، مفيش استعداد حقيقي ليوم اسود. فالنتيجة الدولة وقعت قبل ما أي طلقة تضرب. والشعب يعني أقصى حاجة في المشهد كله مش السياسة ولا العسكر، أقصى حاجة حصلت إن شعب كامل حس إنه لوحده. هجرة، نقص أكل، خوف، اقتصاد منهار، شعب يدفع تمن أخطاء دولة. طب العالم بيعمل إيه؟ العالم قال كلام بس ما عملش حاجة. الصين اعترضت، روسيا شكبت، إيران دانت، أفريقيا طلبت بجلسة، دول اجتمعت، وأمريكا قوات حاملات طائرات، حصار، وجود عسكري، الكل بتفرج بس القرار واحد والقوة واحدة. الحقيقة الجيوسياسية في السياسة مفيش صداقة ولا مبادئ ثابتة، في حاجة اسمها مصالح. وبترول فنزويلا كان دايما رقم صعب، وأمريكا بتتصرف كأن موارد العالم جزء من أمنها القومي. طيب ليه مصر؟ قصة تانية. مصر شافت اللي بيحصل وتعلمت بدري، فقالت: جيش وطني مش مسيس، حماية الدولة مش النظام، قرار عسكري مستقل، تنويع سلاح، رافال، ميج، غواصات، دفاع جوي، رادارات، تنويع مصادر السلاح غير السلاح نفسه. نوعوا المصادر، ألماني وروسي وصيني وفرنسي وإيطالي، عشان محدش يمسكك من إيدك. والرسالة واضحة: مصر لا تخطف ولن يفرض عليها ما لا تريد. وعلى فكرة يمكن أحسن حاجة عملها ترامب مش قراراته ولا سياساته، لكن إنه كشف للعالم أقوى نوع مخدر كانوا عايشين عليه سنين، مخدر اسمه القانون الدولي، مجلس الأمن، الأمم المتحدة. كل الكلام ده طلع في الآخر وهم بتفكك أول ما المصالح تتعارض. وساعتها السؤال بيفرض نفسه: ليه أمريكا ما تعاملتش مع رئيس كوريا الشمالية نفس المعاملة اللي اتعاملت بيها مع رئيس فنزويلا؟ الإجابة واضحة ومش محتاجة شرح كتير. الفرق اسمه الردع. كوريا الشمالية معاها سلاح يخلي أي حد يفكر 1000 مرة قبل ما يقرب، مش لأنه عايز يهدد، لكن لأنه مانع أي حد يفكر في الاعتداء أصلا. اللي معاه رضا حقيقي، ما يتاخدش، ما يتهنش،
وما يتحضش قدام امر واقع. انما رئيس فنزويلا ما كانش معاه النوع ده من القوة، عشان كده ما تعاملش كرئيس دولة، اتعامل كملف امني، كمتهم اتهموه سلاح، مخدرات، قضايا، واتسحب جوه المنظومة الأمريكية كأنه أي شخص عادي. والإهانة هنا مش إهانة فرد، دي رسالة سياسية صريحة، اللي معهوش قوة هيتسحق مهما كان اسمه أو منصبه. والأخطر من كل ده إنه اتساب لوحده. الصين اتكلمت وروسيا رفضت وإيران دانت وكوبا اعترضت، كلامه بس، لأن محدش ولا دولة هتدخل حرب مع أمريكا عشان نظام معهوش أوراق حقيقية، وفي الآخر ما يحمكش غير سلاحك وشعبك، مش بيانات ولا تحالفات على ورق. وأهم نقطة هنا إن السلاح اللي يحمي الدول بجد هو السلاح اللي معمول بإيديها، بقرارها، بشفراتها وبرمجتها الوطنية. انما اللي معتمد على سلاح امريكي او اي دولة تانية لازم يسأل نفسه سؤال واحد بس: هل السلاح ده هيحميني لو مصلحتي اتعارضت مع مصلحة اللي صنعه؟ وفي الحالة الفنزويلية بصراحة الاسئلة كانت بتوجع شوية. فين منظمات الانذار او المنظومة بتاعة الانذار دي؟ فين الرادارات؟ فين الاقمار الصناعية؟ ازاي قوة محدودة تدخل وتوصل لراس الدولة من غير ما حد يحس؟ طب فين المخابرات؟ وليه الجاهزية ما اترفعتش في وقتها؟ وعلى الناحية التانية خالص لو بصينا كده لكوريا الشمالية، كوريا اصلا رافضة تفتح نقاش عن سلاحها النووي، واي محاولة او مساومة مقابل امتيازات اقتصادية كان الرد عليها قاطع وحاسم ومهين. والرسالة كانت واضحة: لا سيادة من غير سلاح، ولا كرامة بتتباع بوعود. ولما ترامب يطلع يقول ان امريكا اللاتينية منطقة نفوذ امريكي مقفولة، ده اسمه تطبيق عملي للسيادة زي ما الغرب فهمها. وعشان كده لما تسمع كلام عن التحضر والقيم والإنسانية لازم نفتكر كويس ان الشعارات دي بتتبخر أول من المصالح تتلمس. نفس الناس اللي بتهاجم تاريخنا وتتكلم عن الغزوات وتسكت قدام احتلال دول وتدمير شعوب طالما الفاعل غربي، ما بيسموش الحاجات بأساميها غير لما يكون الضعيف هو اللي بيتضرب هنا. ونفهم هنا قيمة الناس اللي رفضت الخضوع وقاومت ودفعت ثمن الكرامة من روحها. دول ما باعوش نفسهم ولا رهنوا على وعود كدابة. العالم الغربي عالم مخادع، ما بيحكمهوش قانون ولا متحدة ولا أخلاق غير قد ما تخدم مصلحته. اللغة الوحيدة اللي بيفهمها وبيحترمها هي القوة. والخلاصة بسيطة وقاسية: اللي يحميك بجد عقيدة صلبة، كرامة حقيقية، علم، عدل، وسلاح رادع. غير كده كل أوهام ما تحميش دولة ولا تصون شعب. والقوة الحقيقية مش استعراض، القوة استعداد، سلاح، عقيدة، شعب فاهم، جيش جاهز. ده اللي يمنع انقلاب أو احتلال أو ابتزاز. فنزويلا وقعت والعالم اتفرج والدولة اتخذت، بس مصر واقفة، حساباتها دقيقة، قوتها حقيقية. العافية محدش يقدر ياكل لقمته، واللي مش فاهم الدرس هيدفع ثمنه غالي جدا. وأهلا بيكم في زمن الدنيا مقلوبة. كانت معكم الشيماء توفيق. باي باي.